السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية شاي كرك، انما حاجة كده تحفة تحفة بجد. دي طريقتي، لو عايزين تطبقوها بجد هتستفادوا، وكمان سهلة وبسيطة وهتعجبك قوي قوي. سواء لضيوفك، بقى عندك ضيوف عايزة تعملي لهم حاجة مميزة، تعملي الشاي الجميل ده، او ليكي في البيت. عندي هنا كوباية كاملة من الشاي، سواء ورق او عادي ناعم، وكمان عليه كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من الحبهان، تمام، او الهيل. رشة الفانيليا دي من عندي، اي حاجة بتبقى فيها حليب بصراحة بحب احط لها فانيليا. تمام، هنقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنروح نطحنهم. تمام، حتى لو الشاي بتاعي مطحون او ناعم او خرز مش مشكلة، برضو هنحطه مع المكونات، مع السكر ومع الحبهان. ولو عندك كمان مسمار القرنفل تقدري تحطي معلقة صغيرة على الكمية دي. وكمان في ناس بتحط جنزبيل مطحون. تمام، فانت براحتك خالص، انا ما عنديش دلوقتي غير الحبهان، ولو عندي قرنفل كنت حطيت. تمام، يعني مشروب مميز ومفيد جدا. طحنا السكر بالشاي بالحبهان ورشة الفانيليا، هنحطهم كده في بولة على جنب، ونكمل بقية الكمية. تمام، احنا لسه هنكمل دلوقتي بقية المكونات. سهلة وبسيطة بجد، حاجة كده تحفة. عندك اي نوع شاي في البيت، قومي اعمليه في برطمان ويحطيه في عندك، ويعني استخدميه حاجة كده تحفة لضيوفك وليكي. يعني ما اقولكوش بقى، لازم تجربوا الطريقة دي. جبت هنا نص كوباية من الحليب البودرة، تمام، وخلطته كويس مع بعض. حسيت ان الحليب البودرة قليل شوية، فحطيت معلقتين كبار، حوالي ربع كوباية، يعني كوباية الا ربع على الكمية دي من الحليب البودرة. تقدري كمان تستغني عنه خالص وتعملي خليط الشاي مع السكر، وبعد كده يعني تستخدمي الحليب الطازج. فانا حبيت اعمل لكم كده وصفة من الاول للاخر كده. يا دوب نحط بس شوية يعني كوباية المية وعليها معلقة من الشاي. يعني هتعملي احلى كوباية شاي كرك. تقدري تعمليه ايس تي وتعمليه بالشكل ده سخن يعني. بعد كده اهو هاخد معلقتين حلوين كده، وهنعمل كوباية من شاي الكرك. هاخد معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين على كوباية، نحطهم على النار ونسيبهم يغلوا شوية. تمام، يعني زي ما انتم شايفين كده اهو، حطيته على النار، على نار هادية. اول ما بدأ يغلى هوطي النار على الاخر علشان يغلي معايا شوية الشاي ويدي اللون والطعم اللذيذ جدا. لازم غليان شوية. تمام، هدينا النار وابدأ اقلب فيه كده لغاية ما ياخد اللون الجميل. كمان في ناس بتكرمل سكر. تمام، تكرملي السكر وتحطيه على الشاي، تروحي ضايفه عليه المكونات بتاعتك والميه، وتبداي تحطي الشاي بتاعك، بيدي لون جميل. لكن انا شايفه انه الشاي بتاعي روعه جدا، مش محتاج اي لون. شايفين لونه؟ حاجه كده روعه وطعم وتحفه قوي. السكر اللي انا حطيته الكوبايه دي الكامله مش كافيه، يعني تقدري تحطي بقى اللي يحب سكر خفيف او سكر متوسط او سكر زياده ممكن يزود كده. لكن لو عاوزه برضو تزودي في الوصفه ممكن تزودي نص كوبايه كمان. دي كانت وصفه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.